حلقتنا النهاردة زي كل حلقاتنا من احلم معانا مع الشباب، لكن النهاردة شبابنا مختلف، شباب واعي وعنده أفكار إيجابية، بيحاول يخدم المجتمع من خلال أفكار صغيرة بيقدمها لشباب المستقبل. تابعونا علشان نتعرف على الشباب والأعمال اللي بيقوموا بيها علشان يخدمونا ويخدموا المجتمع، ودايما احلموا معانا. زي ما قلنا في بداية حلقتنا، مجموعة من الشباب الإيجابي هنتعرف على أمنية ونشوف موضوع يوتوبيا، هنشوف طلبة هندسة القاهرة بيفكروا في إيه وإيه مشروعاتهم اللي مش هندسية. قوليلي يا أمنية، ناوية يعني احكي لي الأول يوتوبيا إيه؟ اوكي، هو يوتوبيا ده نشاط طلابي في هندسة القاهرة، بدأ بقاله 3 سنين، وواحد 4 اللي جاي هتبقى 4 سنين. يوتوبيا كل هدفها ان احنا بننزل توعية أخلاقية للناس والطلبة. فكان دكتور شريف عبد العظيم مؤسس جامعة بيدي كورس قسم اتصالات في هندسة، فاحنا خدنا الكورس دوت. مجموعة من الشباب اللي الدكتور كان بيديهم بدأ ياخد الكورس دوت وينزلوا يشرحوه لطلبة المدارس علشان يفيدوهم، يبقى عندهم توعية أخلاقية من وهم صغيرين. فبننزل لطلبة اعدادي. اشمعنى طلبة اعدادي؟ علشان الطلبة ديت هي اكتر سن ينفع ان هم هيبقوا مستجابين وهيسمعوا الكلام، يعني هيسمعوا النصيحة مننا، وفيهم سن التغيير اكتر. طلبة ثانوي يحسوا ان هم خلاص كبروا فمش هيقدروا ان هم يعني يستوعبوا الكلام اللي احنا هنقوله قوي، وابتدائي صغيرين جدا على الكلام اللي احنا بنقوله. فنزلنا لطلبة اعدادي، نزلنا المدارس كتير، بدأنا ناخد الاول فكرة اول سنة الكورس دوت او لا. فلقينا الموضوع تمام والناس مستجابه وفي تغيير بدأ يحصل. وهو الكورس قايم على 5 قواعد. القواعد ديت بتخلينا اي حد لما بيدرسها بيقدر يشوف بيقدر يتحكم على اي موقف، اذا كان الموقف ده اخلاقي ولا غير اخلاقي. الى جانب بقى احنا بنتكلم عن الملكيه العامه والغش والتعبير عن الراي وحاجات كتير اخلاقيه بتحاول تبنينا من واحنا صغيرين، فبتبقى كويسه جدا. احنا كطلبه في الكليات احنا بنتغير فينا واحنا بننزل نشرح. ده شغل يوتوبيا الاساسي. الى جانب ان احنا بننزل بعض الحملات في الشارع، يعني قلنا بلاش نقتصر اللي احنا بننزله ده ننزل للطلبه بس، لا خلينا كمان ننزل للناس في الشارع محتاجه ده. فنزلنا حمله اسمها اصحاب مكان. اصحاب مكان دي كنا بننزل الاول في محطه مترو الشهداء، نزلنا 2 ورا بعض. الفكره ان احنا بننزل بعدد من القيم، بنتكلم مع الناس فيها ان احنا بنعمل توعيه اخلاقيه. احنا القيم دي بنتكلم ازاي نحاول ان احنا نحافظ على مصر، دي بلدنا احنا، وكلمه اصحاب مكان ان احنا اصحاب مصر واحنا اللي هنحافظ عليها واحنا اللي هنخليها كويسه. طيب، طلبة المدارس والكلية والثانوي واعدادي، انتي قلتي انكم بدأتوا بتغرسوا فيهم القيم الكويسة الصح من وهم صغيرين. قوليلي الكبار لما نزلتوا محطات المترو بيتفاعلوا معاكم ازاي، بيتقبلوا منكم ازاي، وخصوصا ان انتوا اصغر منهم؟ تمام. هو الناس اول سنتين في المترو الناس كانت مستجابه جدا، حتى كمان فكره ان احنا نزلنا بعد الثوره على طول، فالناس حست ان هي ده زي رد فعل للثوره. احنا نازلين بنحاول فعلا، بقى البلد اتغيرت فاحنا بنحاول ان احنا نكمل التغيير. احنا نازلين بنتكلم عن الاخلاق وبنحاول ان احنا نرجع حاجات يمكن جه عليها شويه تراب، فبنحاول نشيل التراب ده من عليها شويه. نزلنا سنتين في المترو، وبعدين السنه اللي فاتت نزلنا في الشارع، قلنا خلينا نطلع فوق بقى، المترو بيبقى زحمه وكده. نزلنا في فوق محطة مترو جمال عبد الناصر في منطقة الإسعاف. نزلنا، الناس كانت مستجابة جدا والناس حابة الفكرة جدا وحبانا، والناس بقت تيجي تقف معانا. وفي ناس كذا شاب سابوا شغلهم وجم وقفوا معانا، والناس اللي بتشتغل في الشارع والباعة وكده بقوا يجوا يقفوا معانا وحابين وياخدوا مننا الفلايرز بتاعتنا ويقولوا لنا احنا هنتكلم مع الناس ونقنعها ونقول لكم يعني. فكان الانتشار، يعني كنا بنمشي على لغاية المتحف ولغاية 26 يوليو كله، والناحية التانية رمسيس. كنا نازلين ب3 طرق مختلفة، يعني عشان ما يبقاش كلام بس. فبنقف في سلاسل، بنبقى ماسكين ورق مكتوب عليه مثلا كل يوم قيمه. كنا نازلين ب5 قيم، كل يوم بناخد قيمه معينه. كان الاول الملكيه العامه، بعدين التعبير عن الراي ضد التحرش، امسك لسانك عن الشتايم والاشاعات، وبعد كده اضحك وتفائل. فكنا كل يوم بنمسك ورق ونقف في سلاسل جنب بعض في الشارع، الناس تقرا الورق واحنا مبتسمين لهم، احنا نازلين بنحاول ان احنا نحافظ على بلدنا ونخليها احسن ونرجع القيم دي فينا تاني. وبعدين بناخد الفلايرز بتاعتنا ونبدا نمشي في الشارع، نتكلم مع الناس ونعرفهم احنا مين
مين وبنعمل ايه وكده. وتالت حاجه كنا بنعمل زي حاجه اسمها فلاش موب. الفلاش موب ده عباره عن تمثيل بس صامت. بنروح عند ميدان رمسيس، بنقف فوق بما ان الحته هناك واسعه، فكنا بنقف بنمثل صامت، فالناس بتبص انتوا بتمثلوا من غير ما تتكلموا، حتى ما فيش تصوير او اي حاجه، انتوا بتعملوا ايه؟ فبتبقى تتجمع علينا تتفرج علينا. فاول لما بنخلص احنا بنحاول التمثيل ده يكون هادف. يعني يوم مثلا ضد التحرش عملنا ان ولاد بتعاكس بنات مننا، وناس تانية راحت طالعه قدامهم بورق ان الرجوله مش كده وحافظ عليها واعتبرها اختك والكلام ده كله. فناس بدات تبص انتوا بتعملوا ايه، فشافونا عجبهم الفكره، بدانا نعرفهم ان احنا اكتر. بس كده فضلنا 5 ايام لغايه ما الحمله خلصت. الحمله دي بننزلها كل سنه، السنه دي ما قدرناش ننزل، فان شاء الله نحاول ننزلها يعني السنه الجايه. انت حكيتي كل حاجه، عايزه اعرف بقى احلامك ايه، يعني هدفكم من الحمله اللي انتوا بتعملوها دي ايه، وشايفين ده حلمكم اللي ان شاء الله يتحقق؟ ان شاء الله. تمام. هي الفكره يوتوبيا، اولا الاسم معناه المدينه الفاضله. احنا نفسنا مصر تبقى يوتوبيا، يعني حتى احنا شعار يوتوبيا ثوره اخلاق. ان احنا هدفنا كله ان احنا نرجع الاخلاق اللي بقت مش موجوده. يعني احنا لو الناس كلها بقت تتعامل بعض باخلاق ورجعت بالقيم اللي احنا بنتعامل بيها ما بيننا وما بين بعض في النشاط دوت ما بيننا وما بين اليوتوبيان سوا، مصر هتبقى حلوه. يعني لو الناس كلها بطلت تغش هتبقى الدنيا كويسه جدا. لو الناس بطلت ترمي زباله في الشارع وحافظت على الملكيه العامه وعرفت ان دي بلدها وما ينفعش مثلا نشخبط على حاجه وكده، بلدنا هتبقى احلى. لو عرفنا ان احنا نحترم بعض واحنا بنتكلم ونعرف نعبر على راينا كويس، بلدنا هتبقى احسن كتير يعني. بس فاحنا بنحاول نخلي مصر المدينه الفاضله يعني قد ما نقدر. ان شاء الله تبقى المدينه الفاضله بيكوا وليكوا ان شاء الله. معانا احمد ومعتز، ولسه بنتكلم على يوتوبيا علشان نشوف الشباب واهدافهم واحلامهم، وكمان ناويين ينزلوا للشارع يعلموا الناس ايه، الناس مفتقده ايه، والشباب هياكدوا لهم عليه. ده اللي هنعرفه دلوقتي. معتز قول لي انضميت امتى ليوتوبيا؟ وانت في كليه الهندسه برضه. تمام.
انا السنه دي كانت اول سنه ليا في ايطاليا. قدمت، كانوا عاملين بوث عندنا في الكليه، قدمت فيه واتعمل لي انترفيو واتقبلت، وكانت اول سنه ليا السنه دي في ايطاليا. طيب تمام. احمد انت بقالك كتير ولا لسه برضو؟ انا بقالي سنتين. سنتين. طيب يعني عندنا حد لسه جديد وعندنا خبرة. قول لي بقى ايه اللي استفدته من يوتوبيا وشايف ان انت فعلا قادر تدي وعندك افكار جديدة بتقدمها لهم، يعني كلمني عن مشاركتك. تمام، انا استفدت من يوتوبيا بشكلين. اول طريقه مثلا انا استفدت منها ان انا حسنت من نفسي كتير قوي، واخلاقيا طورت من نفسي واتعلمت حاجات كتير في الاخلاق. تاني حاجه استفدت عمليا شويه ان انا ممبر اتش ار في يوتوبيا، يعني فريق موارد بشريه. الفريق ده دوره بيعمل ايه؟ دوره بيقيم الممبرز بتوع يوتوبيا كلهم، وبيحفزهم ان هم يشتغلوا بطريقه احسن. ولو في اي ممبر مثلا عنده، بننزل معاهم السيشنز في المدارس، لو في اي ملحوظه وهم بيشرحوا الاطفال بنقولها لهم عشان يحاولوا يحسنوها ويطوروا من مستوى يوتوبيا بشكل عام. وهو ده اللي انا استفدته، يعني بطريقه عمليه وبطريقه اخلاقيه. تمام. احمد انت برضو قول لي السنتين يختلفوا ايه عن اللي لسه في بداية مشوار يوتوبيا؟ هي السنتين يعني تعتبر بس يعني يعرف ناس اكتر، يتعرف على الناس، نزل مثلا مدارس اكتر، تفرق في كده. يعني في ممارسة أكتر أكيد. أول سنة أنت مختلف عن تاني سنة، فقول لي إيه اللي أنت اختلفت فيه؟ يعني في الأول عرفنا إن كانت علاقاتك قليلة، كان المدارس اللي نزلتها أقل، لكن إيه اتغير جواك أنت من خلال السنتين اللي اتعاملت فيهم مع الطلبة في المدارس أو حتى في محطات المترو لو كنت نزلت معاهم؟ يعني هي زي ما انا قلت، يعني كل مدى بتاخد خبرة اكتر، وتعرف على ناس اكتر، وكمان يعني احسن لينا ان احنا كنا تقعد اكتر، يعني بتحب المكان اكتر، يعني تقدر ان انت تديله احسن كمان. طيب ده مش بيتعارض مع دراستكم بما انكم في كلية محتاجة مجهود ومحتاجة وقت؟ لا خالص. اصل هي مش يعني الطالب في الجامعه مش كل حاجه دراسه، في مهارات تانية بكتسبها من الانشطه الطلابيه. وانا شايف ان انا كطالب جامعي مش كل هدفي ان انا انجح في دراستي واجيب تقدير واشتغل وكده، بيبقى ليا هدف على المجتمع او كده ان انا احاول اطور منه. ده اللي انا بحاول اعمله في يوتوبيا. وانت يا احمد؟ هو نفس الفكرة، الحمد لله، يعني مش بيأثر قوي. الواحد بيحاول ان هو ينظم وقته على قد ما يقدر، ان هو في نفس الوقت يجيب تقديره مع اليوتوبيا، والحمد لله، يعني الحمد لله ما أثرتش قوي يعني. يعني ده بيديكوا حافز ان انتوا يبقى وقتكم للمذاكرة مركزين فيه، لان عندكم حاجة تانية هتعملوها في وقت الفراغ، يعني في عمل اجتماعي بجانب الدراسة. تمام. هو ما انا زي ما قلت لحضرتك مش كل حاجه دراسه بس، وده بيديني حافز ان انا يعني بغير من حاجه في المجتمع، فدي بتديني دافع لكل حاجه في الحياه اساسا. احلامك ايه للمستقبل؟ اولا بالنسبه لإيطاليا ان شاء الله نشوفها اكبر من كده وتنتشر بشكل اكبر، الناس تعرفها اكتر. احيانا في المستقبل مصر ان شاء الله تبقى احسن من كده ان شاء الله، يعني يبقى عندنا بلد كويسه ونظام احسن، ونحاول ننشر فكرتنا اكتر. بس ان شاء الله. واحلام شخصيه بقى؟ احلام شخصيه ان شاء الله، يعني نفسي امسك حاجه في البلد، يعني ان شاء الله اقدر اغير فيها ان شاء الله. معتز، احلامك للمستقبل؟ احلامي بالنسبه ليوتوبيا زي ما احمد قال، يعني عايزه حلم مختلف غير حلم احمد، كل واحد يحلم لوحده. بالنسبه ليوتوبيا انا شايف ان احنا في مصر لازم نشتغل على فكره الاخلاق دي، علشان شايف انها يعني قلت بنسبه كبيره في الفتره اللي فاتت. فانا يعني شايف ان احنا ماسكين اهم ناس اللي هم الجيل الصغير، فالجيل ده لو طلع كويس هيصلح من مصر كتير جدا. فيعني هنركز على اهم حاجه اللي هي الاخلاق، فده هتاثر في نواحي كتير جدا. بالنسبه لاحلامي الشخصيه، انا طالب في هندسه القاهره في قسم مدني، في حلمي يبقى عندي شركه مقاولات كبيره، شركه عالميه، ويبقى معظم اللي شغالين فيها مصريين ان شاء الله. ان شاء الله. حلوه الاحلام دي. الشباب بيحلموا انهم يغيروا المجتمع من خلال العادات والتقاليد والاخلاق، وكمان بيحلموا للمستقبل في مجالهم انهم يكون عندهم شركات عالميه. مش معنى انها عالميه ان يكون كل اللي بيشتغلوا فيها من بره مصر، بالعكس هم هيخرجوا بالمصريين للعالميه، وده اللي احنا بنحلم بيه كلنا. مين يبنيها غيرنا بنيها، راح نرويها، لو بالروح نتعز عليها، نعيد أمجدها ونحيي ماضيها.
صاحبي بيدك يدي، يصحى الفجر بكل وديها، تيجي نبنيها نعيد أمجادها ونحيي ماضيها. نحكيها لبكرة حكاية، تبقى حياتنا ليها بداية.